السلام عليكم. كثير من الرسائل عن موضوع تحليل نتائج الفقر يمتى تتغير الحالة وموعد نشر أسماء الوجبة التاسعة بالتحديد الوجبة الثالثة. طبعا والمعين المتفرغ أيضا لا ننسى هذا الموضوع. راح أجاوبكم بشكل مختصر وواضح وصريح، لذلك تابع الفيديو للنهاية، وإذا عجبك يا ريت خلينا لايك واشتراك للفيديو. أولا إخواني، مثل ما تعرفون أنه الموازنة تم إقرارها في البرلمان، لكن السؤال هنا، هل أصبحت نافذة؟ طبعا الجواب لا، والسبب انه بعد مصادقة رئاسة البرلمان على الموازنة تم ارسالها الى رئاسة الجمهورية. هنا رئاسة الجمهورية لازم تصادق على الموازنة ويتم نشرها بالجريدة الرسمية. متى ما تم نشرها بالجريدة الرسمية اصبحت واجب التنفيذ. هنا بعد نشرها بالجريدة الرسمية لازم وزارة المالية تقوم بتحضير الموازنة وتخصيص الأموال منها إلى وزارة العمل. طبعا هاي إذا ما الحكومة طعنت بالموازنة أو لدى المحكمة الاتحادية. هسه احنا ما نريد نخوض بالأمور السلبية، خلونا بالأمور الإيجابية. هاي الأمور اللي ذكرناها تحتاج وقت، يعني تحتاج ممكن شهر أو شهرين. تمام. ف بالنسبة لتحليل نتائج الفقر، بعد ما يتم نشرها بالجريدة الرسمية وتوصل التخصيصات المالية إلى وزارة العمل، هنا ممكن راح يتم نشر وجبة جديدة للرعاية الاجتماعية وكذلك المعين المتفرغ. يعني من بعد ما توصل إلى أموال، أنت لازم هنا تتابع منصة مظلتي. من يتغير عندك تحليل نتائج الفقر إلى مرسل إلى تخطيط، هنا وزارة العمل بدأت بإرسال الأسماء إلى وزارة التخطيط لمقاطعة البيانات النهائية، ومن ثم ظهور الوجبة التاسعة على شكل وجبات. طبعا هنا ما نقدر نقول انه حاليا راح تنزل وجبة بهذا الشهر، والسبب انه هيئة الحماية الاجتماعية اعلنت عن وجبة اولى ووجبة ثانية لاصدار الكي كارد. يعني حاليا اقسام الحماية الاجتماعية مشغولة باصدار بطاقة الكي كارد للوجبة الاولى والوجبة الثانية من الوجبة التاسعة لغاية تقريبا نهاية او بداية الشهر السابع. تمام. فما ممكن انه تصدر وجبة بهاي الايام، فنقدر نقول انه نهاية الشهر السابع او بداية الشهر الثامن ممكن تنطلق وجبة ثالثة. عموما ان شاء الله بعد نشر الموازنة بالجريدة الرسمية، وفي حالة اعلان وزارة العمل عن اي اسماء او اي خبر هام يخص الرعاية الاجتماعية، راح نوافيكم به اول باول. طبعا حبيت اسوي هذا الفيديو لان هواي رسائل توصلني بخصوص هذا الموضوع، فحبيت اوضح للناس انه مو بسهولة تظهر الوجبة، هناك اجراءات يجب المرور بها لحين ظهور الوجبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.